اول كلمه تنبغي نقول الحمد لله اللي الله خدا الحق ديال عبد اللطيف ميرداس الله يرحمه. وحاجه اللي ما عمرها ما كانت تجي على البال، ما شي حاجه اللي لا هو لا الناس كلشي تصدم في هادشي، ماشي حاجه اللي ما اللي كان كلشي تيقول مستحيل تكون. اخر وحده كان بنادم يفكر فيها هي الزوجه ديالو، ام ولادو، مراته. انا بايد لحد الان مصدومه. بالنسبه لولادو، انا يمكن غادا نكون اكثر وحده اللي عشت معاهم حياتهم بزاف، وكنت قريبه من الاب ديالهم ومنهم. عارفه شحال عبد اللطيف كان كيبغيهم بزاف، كانوا اغلى ما عنده. كيف ما قالت الزوجه في التصريح ديالها، راه بصح اغلى ما عنده في حياته هما الولاد ديالو، وهما تيبغيوه بزاف. يعني مقربين منه، يخرجوا معاه، يسافروا معاه، مقربين منه بزاف. هادشي اللي نقدر نقول. انا شخصيا ما اش غادي نقول لك، ما كرهتش، ما بغيتش هادشي كلشي اللي وقعوا فيه الولاد، حيت الضحيه الاولين هما الولاد. بعيد على كل شيء، الضحيه الاولين اللي تاثروا ومرضوا، وربي اللي غادي يكون عالم بنفسيتهم كيفاش دايره، وغادي يكونوا مراد. الله يكون معاهم، الله يصبرهم في هذه المصيبه وصافي. كنت كنقول زعما اللي دار هادشي، يعني كيف ما كان راجل امراه، يعني كيف ما كانوا اللي داروا هادشي خاصو ياخذوا الجزاء ديالهم، حتى الروح عزيزه عند الله. ما هذاكشي اللي عنيت بها. مراته بالنسبه لي، وفاء مراته الزوجه ديالو، وكيف ما قلت لك قبل، هي رفيته معترفه قدام الكاميرا بان مهلي فيهم، معيشهم عيشه مزيانه. ما عمر هادشي ما كان كيجي على البال، شي حوايج اللي كلشي تصدم. لحد الان ما مصدقاش. دازت عليا دابا 3 ايام فاش قرينا داكشي، ولحد الان ما مصدقاش. لحد الان تنقول انا يمكن هادشي كذوب، يمكن هادشي هضره، لحد الان ما مصدقاش. ما كنقول يمكن هادشي غير كتبه، غير هضره كيقولوها. ما صدمه كانت كبيره بزاف. اول ما طاحوا في بالي، ماشي هي اول ما غيطيحوا في بالي الولاد، حيت انا عارفه الاب ديالهم مات، والام ديالهم شوف نهايتها. الله يكون معاهم، الله يصبرهم، الله يقويهم.